جديد من برنامج حوار في محافظة. اليوم نحن في محافظة ميسان، وحوارنا سيكون مع محافظها السيد علي دواي لازم. سنبحث معه جملة ملفات. الملف الخدمي سنبحثه، أيضا ملف الاستثمار، ملف السياحة، العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية أو المركز والوزارات الاتحادية وما بين المحافظة، آلية انتقال الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومة المحلية في ميسان. مرحبا بك سيدي الكريم. أهلا ومرحبا أستاذ علاء. سيدي الكريم، أعلنتم ربما كانت مفاجأة للميسانيين أن المحافظة ستنعم ب 24 ساعة كهرباء، لكن يبدو أن هذا الحلم لم يتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل الترحيب بالعراقية والكادر العراقية الأخ علاء الحطاب والأخوة. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك. وإن كان هناك عتب لمحافظة ميسان العراقية، لا هذا في مناسبة أخرى. احنا حاضرين. الله يحفظكم إن شاء الله ويحفظ كل العراقيين إن شاء الله. نشكرك. طبعا موضوع الكهرباء وملف الكهرباء باعتبار هو من الملفات المهمة ومن الخدمات المهمة اللي ترتبط ارتباط مباشر في حياة الإنسان وحياة المواطن، وتعرض لكثير من النكسات وكثير من النكبات وكثير من المشاكل، واقترحت كثير من الحلول، وهذه الحلول قسم منها ذهب دراج الرياح إلى أن وصلنا إلى الواقع الحالي. لربما أنه تكون محافظة ميسان أفضل من المحافظات الأخرى في الأعوام السابقة، باعتبار أنه أول محافظة جهزت المواطنين بالطاقة الكهربائية ب 24 ساعة. يعني بلشتوا فعلا 24 ساعة؟ لا، مو الآن، وإنما قبل تقريبا سنة ونص أو سنتين في فترة من الفترات جهزنا المحافظة. عموما أنه تجهيزنا للمواطنين ما بين 20 ساعة إلى 24 ساعة. أعتقد حالة مر وقت واحد ما يتجاوز شهرين أو 3 أشهر وصلنا إلى 18 ساعة، باعتبار التجهيز كان كمية المحافظة هناك لم يتم هناك توزيع عادل في الحصص، إلا أنه أكثر الأوقات أكثر الفترات هي ما بين 20 ساعة إلى 24 ساعة. بالفترة الأخيرة كان هناك برنامج أو خطة لدى وزارة الكهرباء باختيار بعض المحافظات لتطبيق آلية أنه تجهيزها ب 24 ساعة، لاعتماد بعض المقدمات وبعض الخطوات حتى تصل إلى هذه النتيجة. طبقت هذه الآلية أو هذه الخطة في محافظة واسط. أعتقد أنها وصلت إلى نسب نجاح جيدة، باعتبار أنه قسم من هذه فقرات الخطة على الحكومة المحلية على المحافظة، وقسم من فقرات الخطة على الوزارة، باعتبار أهم شيء هو ما يخص الوزارة هو التجهيز، هو الإنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية الكلية. على المحافظة أن هناك توزيع وما يتعلق بالتوزيع اللي هي ترتبط بمشاريع الشبكات، المحطات التحويل الثانوية والمحولات، وكذلك أنه مواضيع أخرى اللي ترتبط بالتجاوز على الشبكة الكهربائية، أو أنه ترتبط بترشيد الاستهلاك. هناك مثلا رفع وعي المواطن وثقافة المواطن والتزام المواطن، وكذلك الدوائر والمؤسسات في هذا الموضوع. اليوم جد المواطن الميساني عنده كهرباء. هذا الموضوع قبل أن نصل إلى هذه الفقرة كانت هناك زيارة إن لوزارة الكهرباء، التقينا مع وزير الكهرباء والوكلاء والمدراء العامين، طرحنا هذا الموضوع ووزعنا المهام ما على الوزارة وما على المحافظة، وكان واضح المهام واضحة والخطوات واضحة. بعد ذلك أنه كانت هناك زيارة لوزير الكهرباء الأستاذ قاسم الفهداوي إلى محافظة ميسان، وكان اجتماع موسع ضمن المحافظة ومجلس المحافظة عن الحكومة المحلية ودوائر الدولة المعنية من دوائر ومؤسسات وزارة الكهرباء، حتى الدوائر الأخرى التي لها متعلقات أو ارتباط، وكذلك عدد من المواطنين ومن شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني وحتى المرأة. موسع كل ما يرتبط، وكل وزعنا المهام حتى منظمات المجتمع المدني قلنا لهم أنه ممكن أنه عقد ندوات ولقاءات لها بهذا الاتجاه. إلا أنه ما على المحافظة هو واضح. احنا لربما أنه إذا يكون هناك مراجعة أو دراسة لما قدمتها المحافظة لشبكات التوزيع وما يتعلق بشبكات التوزيع، لربما تكون وصلنا إلى نتائج متقدمة تصل إلى أكثر من 85%. وكذلك أنه المحطات التوليد اللي تنفذ داخل المحافظة اللي هي على الوزارة بمتابعاتنا هم التنفيذ أنه واصل إلى نسب جيدة. إلا أنه الشيء الأساسي والأمر المهم هو أنه تجهيز الطاقة.
حتى أنه نستطيع إيصالها إلى المواطن. زين، يعني التجهيز من قاعد يجيك 24 ساعة؟ التجهيز حاليا قبل أعتقد أسبوعين أو 10 أيام وصل إلى نسب متدنية أصلا. ما استطعنا أن نوصل يعني كمية للمواطن بنصف الكمية التي كانت تجهز في محافظة ميسان. وأعتقد أنه لربما هناك مبررات لدى الوزارة اللي هي أنه هبوط الطاقة الإنتاجية، يعني الإنتاج من الطاقة من 12,000 ميجا واط إلى 4,000 ميجا واط. يعني تقول إنه الخلل مو بالمحافظة، الخلل بالمحافظة فقط، أنه لربما عندنا بعض الفقرات اللي إحنا هذه نعمل عليها اللي هي تجاوزات على الشبكة الكهربائية والترشيد، يعني هذه انت ممكن معالجتها. اكو صيانات عندكم؟ اكو صيانات، هذا بطبيعه الحال، يعني اينما تحل الكهرباء تحل العطلات. وصيانه عندنا اقسام الصيانه متابعه من قبلنا شخصيا، يعني سواء كان بالاتصال المباشر او الزيارات الميدانيه ليلا ونهارا، وهناك لجان متابعه مشكله من قبل مكتب المحافظ لمتابعتهم، وهناك اجتماعات دوريه وليليه وكذا. هاي الصيانات تصير عطلات. المحافظه شبكات الكل ميسان اقضيتها وقراها، تقدر اليوم المحافظة تدعي أنها غطت كل ميسان بهذه الشبكة؟ يعني أنا إذا أنطيتك معدل بكلامي، أنه أنطيتك معدل بأنه وصلنا إلى نسب إنجاز في موضوع الشبكات وموضوع الخدمة في الطاقة الكهربائية لأكثر من 85%. أنا أقدر أستطيع أن أقول لك أنه أكثر من 90%. يعني هذا باعتبار هذا ذاكرين أكثر منه، باعتبار أنه خططنا شمولية. دائما خطط محافظة ميسان شمولية، وخاصة من 2011 إلى الآن بإعداد الخطة، وهناك فريق عمل يعد الخطة ولجنة توجيهية عليا تبدأ من شهر الواحد أو الثاني بالسنة اللي هي تعد خطة السنة اللاحقة، مو السنة اللي بها يعني الإعداد التشكيلي في الوقت، وإنما السنة اللاحقة باعتبار هذه السنة معدة خطتها ومصادقة. فنعد الخطة بشكل شمولي. هذه الشمولية تشمل كافة القطاعات، ماكو هناك قطاع من القطاعات في يقدم خدمة لأبناء المحافظة لم يتم شموله بالخطة، وكذلك الوحدات الإدارية. زين، إذا أجينا 15 وحدة إدارية عندنا كلها سنويا تشمل بخططها، سواء كان الكهرباء والخدمات العامة الأخرى. إذا أجينا على النسب، أريد بنسب عامة حقيقة. نسبة خدمة محافظة ميسان من المجاري، من الماء، من التبليط، عندكم نسب معينة؟ نعم، عندنا نسب معينة، لأنه خلينا نخرج من ملف الكهرباء، ولذلك أنه موضوع ال 24 ساعة إذا كان تغطى محافظة ميسان بالكمية المخصصة لمحافظة ميسان حسب القراءة للأحمال الموجودة داخل محافظة ميسان، نجهز المواطن ب 24 ساعة باعتبارنا على المحافظة، ما عندنا بها أي مشكلة، فقط أنه نطلب تعاون المواطنين معنا، إلا أنه تجهيز المحافظة ليس بالكمية المطلوبة للمحافظة. اتصلتوا بالوزارة؟ نعم، اتصال بالوزارة مع الوكلاء، عن اتصال مباشر مع وزير الكهرباء، اتصال بالوكلاء دكتور عبد الحمزة، المدراء العامين، مدراء الجنوب، مدير الجنوب، سواء كان على مستوى النقل أو التجهيز أو الشبكات أو الإنتاج، على اتصال. ومرات أنه اجتماعات تصير داخل المحافظة، أو أنه مدراءنا يكونون في البصرة مستمرين، إلا أنه نزول أو هبوط التجهيز في عموم العراق في إنتاج الطاقة هو الخلل الأكبر. أما في محافظة ميسان ما عندنا خلل آخر، فقط أنه تعاون المواطنين في مسألة التجاوزات وغيرها. يعطينا نسب ايش قد محافظة ميسان مشمولة بالمجاري في موضوع الخدمات، قصدك الخدمات العامة؟ أريد نسب معينة لبعض الفقرات وبعدين راح أدخل تفاصيل الخدمات. نعم، الخدمات العامة. محافظة ميسان أنا من أجي حقيقة بعض المدن قبل لا ندخل المركز أكو بها شبه تبليط وشبه أرصفة. نعم. هذا التبليط وأرصفة وأكو عند قاعدة عامة في محافظة ميسان أينما تحل إذا وجدت هناك أرصفة وتبليط البنى التحتية متكاملة. ايش قد من ميسان؟ هذه قاعدة عامة. بالنسبة للصرف الصحي، الصرف الصحي ما بين 99 إلى 100%. أنا ليش ما أريد أقول 100%؟ لأنه ناخذ مثال مدينة العمارة. مدينة العمارة تم إكمالها في موضوع الصرف الصحي بنسبة 100%، إلا أنه عندنا فقط 3 أحياء. هذه ال3 أحياء مستحدثة جديدة، اللي هي حي مقاطعة 11 وحي المصطفى. حي المصطفى اللي كان قرية سابقا ودخل حدود البلدية وعديناه لتصميمه صار حي. والحي الجامعي اللي هو قبال مقابل جامعة ميسان.
فقط هذه الأحياء هذه أكملنا تصاميمها حتى يكون واضح. أكملنا تصاميم المجاري الصرف الصحي فقط على تنفيذ المشاريع في خطة 2014 إلا أنه المشكلة اللي واضحة بالبلد اللي هي عدم إقرار الخطط وعدم إقرار الموازنات ماكو فلوس تأجلت. أما التصاميم كاملة فقط 3 أحياء من أصل 65 حي في مركز المحافظة 62 حي من مركز المحافظة كانوا المجاري بنسبة 100%. ثلاث المستحدثات المجرى الكبير كامل 100%، قلعة صالح كامل 100%، ناحية العدل كاملة 100%، ناحية السلام كاملة 100%، الميمونة كاملة 100%، الكحلاء كاملة 100% ما عدا حي واحد اللي هو حي النهضة. عندنا حي الأحرار وحي ثاني حاليا الأعمال به واصل إلى نسب إنجاز متقدمة كصرف صحي. الميمونة كاملة 100%. على الغربي فقط عندنا على الغربي جزء كصرف صحي كامل فقط أنه بس أنصر وتبليط باعتبار جزء على الوزارة والمتلكئ الوزارة مو المحافظة. مشروع الوزارة على الشرطة كامل 100%، كمية كامل 100%. بعد شنو عندنا العزير كامل 100% في المجاري هذا في صرف الصحي كل هذا كامل. زين. موضوع المياه صالحة للشرب عندنا احنا مركز المحافظة طبعا هي يعني يجوز أعطيك نسبة 95% لأنه على مستوى الشبكات كاملة 100% وعلى مستوى مجمعات اللي هاي المحطات هم كاملة. فقط أن مركز المحافظة هو كامل بس احنا نعول على مشروع ماء العمارة الموحد المتلكئ. وما أعتقد أنه مشروع بالعالم مثل هذا المشروع لأنه بوشر به بعام 2007 2007 2008 9 11 12 13 14 15 ايش قد 8 سنوات ماكو مشروع بالعالم يبقى 8 سنوات ولحد هاي اللحظه هذا وزاري طبعا ما عندنا بالمحافظه ماكو هيك تاخير. بالمحافظه ما تتاخر المشاريع اذا تاخر اكو بعض المبررات القانونيه احتمال انه اكو مدد اضافيه فترات توقف الا عن المشاريع الوزاريه. مشاريع تنميه الاقاليم اللي خاصه بكم ما عندكم شيء متوقع؟ ما عندنا اي مشكله به. عندنا فقط مشروع بنايه بلديه العماره تم سحب العمل من الشركه ومشروع مدرستين اللي هن على شركه سحبنا العمل من عندها هذه شركة من البصرة. وعندنا مشروعين سحبنا العمل ورجعنا لغينا سحب العمل لأن الشركة رجعت أكملتهن. عندك تذكر بموضوع اللي بعد السوق الكبير حي المحمودية حي الرسالة موضوع التبليط والأرصفة؟ لا هو هذا بوسائل السرية والسراي. هذا السرية والسراي هذا اللي نشر بوسائل الإعلام وخلف السوق منطقة المحمودية كملت 100%. كملت 100%. شنو 100%؟ صرف صحي وماء واتصالات وأرصفة وتبليط. زين انت صرف صحي عيتها صرف صحي وماء واتصالات وأرصفة وتبليط كلها محمودية 100%. محافظ ميسان يتابع اللي ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي إذا منطقة مثلا بها مشكلة لأن الآن تتحدث لي أنت يعني يبدو لك مشكلة بالمجاري تقول واصل أكثر من 95% بالماء. نعم. طيب بالنتيجة هذه تحتاج حتما إلى صيانات أكو بورين كسور أكو كذا. طبعا أنت شخصيا تتابع ايش تفاصيل؟ طبعا أتابع ميدانيا وأتابع إعلاميا. المتابعة الميدانية هناك متابعة ميدانية شخصية وهناك متابعة ميدانية غير مباشرة اللي هي لجان متابعة مشكلة من قبلنا في ديوان المحافظة في مكتب المحافظ. هذه اللجان المتابعة بالمباشر سواء كان عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموبايل أو أنه شكاوى المواطنين عن طريق قسم شؤون المواطنين أو أثناء جولاتنا الميدانية تتابع من قبلنا شخصيا وبالتوجيه الدوائر المعينة أو لجان المتابعة. طبعا يصير بعض الانسدادات تصير كسورات في شبكات الماء تصير عطلات في المحولات وشبكات الكهرباء هذا باعتبار الصيانة. هذا متابعين بصورة مستمرة سواء كان في الجانب الإعلامي ما يوصلنا قسم شؤون المواطنين عن طريق الموبايل عن طريق شكاوى المواطنين عن طريق جولاتنا عن طريق لجان المتابعة نوصل إلى الخلل ويعالج حتى في العطلة الرسمية. أنا قاطعتك بموضوع المشاريع المتلكئة لأن أريد أفرد منها محور خاص وما يخص العلاقة بين المحافظة والوزارة الاتحاد. نعم. اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل ونعود الحديث بعد الفاصل. فاصل ونعود ابقوا معنا.
تشهد محافظة ميسان نهضة عمرانية كبيرة في شتى المجالات أسهمت برد الاعتبار لها بعد عقود من الإهمال والحرمان، حيث أنجزت المحافظة العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية، بضمنها مشاريع الطرق والجسور وأخرى للبنى التحتية، فضلا عن المباشرة بتنفيذ مناطق صناعية وفنادق استثمارية وسياحية شاركت بإنجاز تصاميمها وتنفيذها عدد من الشركات الدولية الرصينة. عدد من الأبنية الحديثة التصميم تشخص في مناطق ميسان، جاء هذا بعد تفعيل قطاع الاستثمار ليتم إكمال القطاعات المختلفة بشكل كبير بين جسور ومجسرات كجسر السراي المعلق ومجسر الكرامة ومشروع الطريق الحولي، ناهيك عن إنجاز الكثير من الحدائق العامة والنافورات الراقصة والمنتجعات السياحية والترفيهية، كمشروع لؤلؤة ميسان ومدينة ألعاب العمارة التي افتتحت مؤخرا بمساحة 100 دونم وبكلفة بلغت 25 مليار دينار، بالإضافة إلى قصر الثقافة والفنون الذي تمت المباشرة به حديثا ويتكون من 10 طوابق. على قدم وساق تجري عملية البناء والإعمار في ميسان، مع وصول نسب إنجاز الخطط الاستثمارية في البناء والتطوير إلى الاكتمال، فمثل ما تبين الصورة فإن مختلف القطاعات في المحافظة تشهد إعمار واستثمار مستمران. فعلى صعيد السكن أنجزت المحافظة العديد من المجمعات السكنية الأفقية والعمودية، وأحالت مشاريع أخرى ضمن هذا القطاع للتنفيذ، إما عن طريق الاستثمار أو التنفيذ المباشر، في حين يشهد قطاع الصحة انتعاشا كبيرا ونقلة نوعية، حيث يعد المركز التخصصي لعلاج الأورام السرطانية واحدا من المشاريع الحيوية المهمة التي أنجزت في ميسان، فضلا عن مشروع المستشفى التركي سعة أكثر من 490 سرير، والذي يجري العمل حاليا بمراحله النهائية. ورغم ما تعرضت له مدينة العمارة من ظلم واضطهاد، إلا أن أبنائها وقفوا وقفة رجل واحد لإعمارها، فللوهلة الأولى التي تدخل فيها إلى المحافظة ترى أن المدينة عبارة عن ورشة عمل. إذن ها هي ميسان وجه صبوح وإطلالة عصرية. لبرنامج حوار في محافظة حيدر الجيزاني، ميسان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. جبناها عن مشاريع المتلكئة. بميسان حددت موضوعين كمشاريع متلكئة. عندكم مشاريع الملعب الأولمبي والمسابح وهذه التفاصيل، وأيضا عندكم تلكؤ بمشاريع المدارس. الآن تتحدث لي أنه أنتم كمحافظة ما عندكم مشروع متلكئ. طيب هذه المشاريع تقصد اتحادية؟ طبعا مشاريع الوزارات، مثل ما أشرت لك أنه إحنا كتنمية أقاليم كمحافظة عندنا مشروع بلدية العمارة اللي هو على شركة الأعراف تم سحب العمل، وعندنا مدرستين على شركة الحبوة وتم سحب العمل، ومشاريع أخرى أنه توجهنا إلى سحب العمل. هم أعتقد مشروعين أو 3 مشاريع، فالشركات أنجزت فلغينا سحب العمل ما عندنا. أما أن المشاريع الأخرى اللي هي على المحافظة ممكن يصير خلل لأسباب معينة، مثلا أنه اكو موانع في موقع العمل، اكو بعض التجاوزات، اكو بعض مرات حتى من المواطنين، يعني مثلا انه مواقع العمل من نزاعات عشائريه على اراضي زراعيه كذا، هذا تحل في حين وتنجز. مشكلتنا بل مشكله المحافظات لربما كلها، الا انه احنا مشكلتنا في محافظه ميسان باعتبار انه صار فصل واضح، مشاريع المحافظه تنجز ومشاريع الوزارات تتلكأ. يعني تقول لي الوزارات ما قاعد تشتغل بشكل جيد في المحافظه؟ على الوضع اللي موجود مو فقط انه مو بشكل جيد، وانما عمل المفروض انه يكون هناك قرار من قبل الدوله في هذا الموضوع. راح انا اذكر لك بعض التفاصيل وبعض الامثله اللي هي مو فقط مشاكل، وانما يعني وضع لا يمكن السكوت عنه، لانه اولا يعتبر هدر بالمال العام. الشيء الثاني أنه هذا الوقت الطويل الذي يصل إلى 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات على مشروع ماكو بالعالم بالملعب تتحدث، ماكو بالعالم ملعب العمارة الأولمبي من 2006. من 2006 في أول مرة في أول إعمار إلى تأهيل كان هناك مبلغ مخصص في عام 2006-2007 مليار و950 مليون، مليار و950 مليون في ذاك الوقت، وفي حينها لا الشركة ولا الأموال راح
انتهى. وبعدين تم تأهيل هذا التأهيل الأخير بمبلغ 26 مليار و400 مليون أو 450 مليون على الوزارة. نعم ذاك المبلغ راح انتهى موضوعه. هذا المبلغ الأخير 26 مليار وكسور و400 مليون ما أدري ايش قد لحد هذه اللحظة من 2010 من 2009 لحد هذه اللحظة نسب إنجاز يعني متهالكة، يعني يحال إلى شركات غير اختصاص، يحيل إلى شركة المستقبل السعيد. ما أعتقد أن واحد بالدولة ما يعرف شركة المستقبل السعيد. المستقبل السعيد هي صاحبة مشروع ماء العمارة الموحد اللي ذكرنا قبل شوية، هو ما تمسح بالعمل إلا أنه متلكي مشروع ماء العمارة الموحد من 2008 من 2007. وكذلك هناك مشروع في الهندية في كابلات في المشاريع كلها وزارة مثل ما أشرنا كلها وزارة مشروع وزارة إلا أنه صار له 8 سنوات. وهناك مشروع الهندية 8 سنوات. شركة المستقبل السعيد المفروض أنه تسحب كل الأعمال من شركة المستقبل السعيد. عملها بالماء والمجاري أنه يحال إلها ملعب نيسان الأولمبي، وكذلك تلكأت آلية وزارة التخطيط. هذا السؤال أولا نعم هذا السؤال أولا يوجه إلى الوزارات المعنية، باعتبار أن مثل هذه المشاريع ومثل هذا التلكؤ ومثل هذا التأخير بالعمل يجب اتخاذ إجراءات حاسمة. سيد الكريم خلينا أنا عندكم شركة متلكة هنا، ما تدزون إشعار بها وزارة التخطيط حتى تضاحى بالمخاطبات ولقاءات مع الوزراء ومع المعنيين ووفود وزيارات ميدانية. طبعا هم مو مستثنين من زيارات ميدانية. زيارات ميدانية تشملهم إلا أنه مو صاحب قرار. القرارات اللي أتخذها بالمشاريع اللي تابعة للمحافظة ماكو هناك سند قانوني يتيح لي بأنه اتخذ قرار مع الشركات. ما عندي سلطة رقابية، السلطة للوزارة. وصلت من مرحلة أنا اللي أريد أوصلها. اليوم التعديل الثاني القانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بأقليم المفروض يعطيكم كامل الصلاحيات، وبشكل اوتوماتيكي نهاية الشهر الثامن منتصف الشهر الثامن راح تتحول ملف 7 وزارات لكم. نعم. فقط اجتماعين، واحد بالبصرة وواحد بكربلاء. نعم. هذا ما صار الحكي، وكان رئيس الوزراء واضح وشفاف والقى كلمة في الموضوع، قال أنا مع إعطائكم صلاحيات. نعم. حتى الدعوة اللي رفعتها الحكومة السابقة أيضا سحبها. نعم. ما صار حديث معاه، ما صار حديث معاه. خلي أكمل. طب على الملعب طبعا الملعب آخر لقاء كان بزيارة وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد الحسين. لا أول زيارة للمحافظة، بعدين أنه كان هناك زيارة إلى الوزارة. اتفقنا على تشكيل دائرة المهندس المقيم من قبل المحافظة حتى شوي يكون وين كانت ماكو قرار إلا أنه يكون هناك ضغط. زين. بعد مباشرة دائرة المهندس المقيم من قبل المحافظة تحرك الإنجاز. يا الله. تحرك الإنجاز من 67% إلى 72% على مستوى أرضية الملعب، وعلى مستوى الصرف الصحي يعني المجاري مالت الملعب، وعلى مستوى الطرق، وعلى مستوى الأبنية. الوزارة قاعدة تعطي الشركات فلوس. هذا هو المشكلة الأساسية بالنسبة للشركات اللي هم يثبتوها، بأنه ماكو هناك صرف للسلف. هسه بالوقت الحاضر واضح الموضوع. خلال الفترة السابقة، حتى خلال الفترة السابقة كان هناك تلكؤ ومشاكل ما بين الوزارة وما بين الشركات المنفذة. هذا مو موجود بالمحافظة. ماكو هناك مشاكل بيننا وبين الشركات، السلف تمشي بشكلها الصحيح وبإجراءاتها الصحيحة، إلا أن هذه المشاكل هي اللي أخذت. المسبح الأولمبي كذلك. المسبح الأولمبي ميت سنويا. انتهى. أضرب لك مثال على مدرسة من المدارس، أنا ذكرت عدد من المدارس متلكئة اللي هي على وزارة التربية. مثال بسيط جدا وواضح، وهناك صور لهذا الموضوع. أكثر من مدرسة، سواء كان مدرسة على وزارة التربية ما قبل تحويلهم المبالغ الاستثمارية للمحافظة اللي هي في عام 2013 ما قبلها، اللي هي على البنك الدولي، على المنحة الكويتية، وعلى وزارة التربية. إحدى المدارس قطعة الأرض موقع العمل مقارب ومحاذي لموقع عمل مدرسة على المحافظة. مدرسة اللي على المحافظة مدرسة المتميزين، تتكون من طابقين ومدرسة نموذجية. زين. تم استلام موقع العمل من قبل الوزارة قبل لا نستلم موقع العمل. زين. باشروه الأسس، استلمنا موقع العمل بعدهم. نفذنا المدرسة وأكملنا المدرسة وأنجزناها وافتتحناها، وباشروا الطلاب بالعام الدراسي السابق. ومدرسة وزارة التربية لحد اليوم هو بالأسس، فقط الأسس.
هذا ينطبق على المشاريع اللي اتفقها الوزارات. قارن بأنه أنت تنجز مدرسة طابقين نموذجية وتكمل بمدتها المحددة. زين. ومدرسة وزارة التربية فقط الأسس. هذا أين انتقل هذا من الرقيب؟ من الذي يحاسب؟ من الذي يتخذ إجراء أموال عامة؟ خليني أتوسع بهذا المحور. بات واضح حسب كلامك أنه مشاريع الوزارات متلكئة. المحافظة متلكئة. دمار. اليوم أنتم عندكم فرصة أنه هذه الوزارات، أعتقد التربية من ضمنهم، البلديات من ضمنها، الإسكان إلى آخره، هذا من المؤمل أنه حاليا أكو لجان مشكلة لنقل الصلاحيات. صار سنة لتشكيل اللجان. وين وصلتوا وياهم؟ ماكو أي شيء، بس كلام. ليش؟ الوزارات لا تقبل بتحويل الصلاحيات. هو مو كيفهم، هذا المفروض قانون. المفروض قانون. يجب إكمال الهيكلية، والهيكلية لدى الهيئة التنسيقية العليا للتنسيق ما بين المحافظات. واجتماعات مثل ما أشرت، اجتماعات ببصرة، اجتماعات بغداد، اجتماع الأخير بكربلاء. لحد هذه اللحظة ماكو تقدم بالموضوع. ماكو أنه إنجاز للهيكلية. وزارة التخطيط والهيئة التنسيقية العليا يجب إكمال الهيكلية. في المحافظات شكلت لجان، احنا شكلنا لجنة لتحويل الصلاحيات، وخلال هذه الأيام وسعنا اللجنة، أدخلنا بها حتى مدراء الدوائر، ولقاءات واجتماعات مع الوزارات، ما بين لجاننا والوزارات، وما بين لجاننا وزارة المالية ووزارة التخطيط والوزارات المعنية. لحد هذه اللحظة ماكو أي تقدم من قبل الوزارات، ماكو أي تقدم من قبل أنه تعديل القانون، التعديل رقم 19 التعديل الثاني لم يؤخذ به لحد الآن. التعديل يشير إلى فقرة، مثال أحد المواد اللي هي المادة 8 والمادة 10، بأنه للمحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق موظفي الدولة العاملين بالمحافظة. خاطبنا مجلس شورى الدولة، كتبنا لهم بأنه ماذا يعني من المعني أو من هو الموظف العامل بالمحافظة؟ قالوا كل الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة. حتى اللي نعم المحافظ له الصلاحية الإدارية والقانونية باتخاذ الإجراءات وفق قوانينهم عمليا قوانينهم. آخر الفقرة ويخول صلاحية الوزير. لحد هذه اللحظة ما عنده أي صلاحية. أعاقب، أكافئ، أنقل. الملف الأمني مش قد يراد المتابعة، مع العلم أن للمحافظة السلطة المباشرة على الأجهزة الأمنية، وضع الخطط، ورئيس اللجنة الأمنية العليا للمحافظ يمنع من قبل وزارة الداخلية ومن قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومخاطبات كثيرة، ملفات ومخاطبات ولقاءات وكلام كثير، لا يسمح للمحافظ اتخاذ أي إجراء، لا عقوبة ولا نقل ولا اتخاذ إجراء ولا شلون تقدر أنه تنفذ ملفاتك؟ حل هذا اللغز. الحكومة في رؤيتها كانت واضحة بإعطاكم صلاحيات، قانون يفوضكم أن تستلموا هذه الصلاحيات. نعم. المفروض نهاية، صحيح للمعلومة لا خطأ، نهاية الشهر الثامن 15/8 إذا ما صار شيء بالنتيجة راح تنتقل تلقائيا. وين اللغز؟ إنه لحد الآن لم ينتقل هذه الصلاحيات لكم. رؤية وزراء، موظفين صغار يعطون المشروع، مدراء عامين وكلاء بالوزارات يعطون المشروع. احنا محطوطة انت الان بينك وبين بغداد 3 ساعات، واذا بالتليفون مباشر بينك، بالنتيجه احنا مو دول، احنا محافظات. اللقاء وما يحل الموضوع هذا. عندك قانون حاليا، القانون انه اولا كان انه هناك اعتراض على القانون على التعديل 19. اعتراض مين؟ كان طعن. انسحب الطعن وتوقف القانون. شكلت لجنة لدراسة التعديل. لحد هذه اللحظة اللجنة ما ناجزة مهامها، لم يتم إنجاز مهامها لتعديل لتثبيت وإعطاء رأي بالتعديلات. لغاية الآن ماكو. الهيئة التنسيقية ووزارة التخطيط لوضع الهيكلية لغاية الآن الهيكلية مو منجزة. كيف أنه تحول الصلاحيات لا التعديل الموافق عليه مقر، ولا القانون الأصلي متاح، ولا أنه الهيكلية كاملة. يعني إذا وصلنا إلى شهر الثامن ونقلت الصلاحيات، شو راح تعمل مع البلديات؟ هل هي مديرية عامة أو مديرية؟ وارتباط مدير البلديات، مدير البلدية، مدير الصحة، مدير التربية مع الوزارة، مع المحافظة. صلاحية العقوبات، صلاحية الإدارة، صلاحية النقل، صلاحية التنسيب، صلاحية الصرف، صلاحية التدقيق، صلاحية الرقابة، صلاحية الإشراف، صلاحية المشاريع، كلها هذه. إذا حتى اللحظة أقول لك وجهة نظر الوزارات. الوزارات تؤاخذ عليكم في المحافظات، ماخذ على ميسان، وإنما إجمالا في المحافظات تقول أن المحافظات
لا تمتلك، وهذا السؤال طرحته مع أكثر من محافظ. نعم. أن المحافظات لا تمتلك موارد بشرية، لا تمتلك خبرات، لا تمتلك طاقات تؤهلها لإدارة هكذا مشاريع كبيرة. تعليقك؟ طبعا كل كلام أو كل شيء له مؤشرات. أنا إذا أتحدث عن محافظة ميسان. زين. النجاح الذي حصل في محافظة ميسان، هل أنه كان النجاح هيك بالقدرة، نجاح عشوائية؟ لأنه أكو هناك موارد بشرية، أكو هناك كفاءات، أكو هناك مدراء، أكو هناك مسؤولي أقسام، أكو هناك بالمحافظة معاونين، مستشارين، بالدوائر، حكومة محلية، أكو مؤشرات للنجاح. زين، مثل ما تكلمنا قبل قليل أنه إنجاز وتنفيذ المشاريع. أين النجاح؟ في مشاريع المحافظات أم في مشاريع الوزارات؟ صار واضح. أين النجاح؟ إذا كان هناك مؤشرات للنجاح تبقى على الإدارة. زين. الإدارة والرقابة. الكلام أنا عرفت شوي ما تريد تدخل بالخلافات السياسية، بس لا خلي أدخلك بهالموضوع. اللي يعتقد أنه الآن أنتم على تغيير، مو فقط أنا ما أتحدث عن ميسان، إجمالا المحافظات، واقع المحافظات، لكن أريد أشوف رؤية محافظة ميسان بهذا الموضوع. إذا يصير تبديل مدير عام، تغيير قائد شرطة، تدخل الخلافات السياسية وسين جيم وكذا إلى آخر شيء، بالنتيجة يا دوب طلع الروح حتى ترشحون واحد وبعدين يوافق عليه الوزير. زين، إذا صارت كل المدراء مال هذه الدوائر 7 أو 8 اللي راح تنتقل إلكم، بالتالي ما تعتقد شدة الخلاف والصراع السياسي راح تزيد بشأن توزيع هذه المناصب على الكتل الموجودة؟ وبالتالي أنت ما راح تقدر تحاسب هذا المدير العام لأنه مرتبط بفلان كتلة بمجلس المحافظة. ما تقدر تحاسب فلان، وهكذا. أولا هو على فرض يعني هذا الموضوع موجود حاليا، هو الموضوع موجود باعتبار أنه للمحافظات إعفاء وترشيح وللوزير المختص تعيين. إذا فرضنا الخلافات، فهي الخلافات موجودة سواء كان أمر واقع أو بالقانون. أمر واقع باعتبار المحافظات في بعض الأحيان تفرض نفسها. المدير اللي كان قريب من الموضوع أشوف أنه هذا المدير مو مؤهل، أو أنه يصير خلاف سياسي، أو أنه بالقانون يقول لك أنه على المحافظات ترشح 3 للوزارة أو 5 للوزارة، 5 كان سابقا 3 والوزير عين أحدهم. فإذا كانت هناك خلافات سياسية هي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان الآن أو مستقبلا. وعلى فرض أن نقلت الصلاحيات، وبطبيعة الحال الحكومات المحلية هذا الموضوع مشخص عندها. إذا كانت هناك خلافات وإذا كانت هناك نزاعات وإذا كانت هناك محاصصة، بالنتيجة هو يؤثر على المحافظة. أنا أعتقد أنه الحكومات المحلية تقف عند هذا الموضوع بحيث ترى وتجد لأنه خلل يصير في تقديم الخدمات للناس للمواطنين، واعتقد أنه تبقى بهالشكل. بالقليل المواطن بمواجهة المحافظة، بمواجهة الحكومة المحلية. إذا كان الخلل الوزاري فالمواطن لا يقدر أنه يتعامل مع الوزارة، المواطن يقول كلمته سواء كان عن طريق التظاهرة، عن طريق كثير من الأمور، أنه تحسن موضوع الحكومات المحلية عملها مباشر مع المواطنين، وعليه حتى وإن كان هناك تأخير تأثر نعم، وحتى وإن كان هناك تأخير أو هناك تقصير أو هناك مجاملة أو بشكل آخر، الرأي العام بالقرب من الحكومة إلى فرض واقع. آخر سؤال عندي حتى ننتقل لمحور آخر. أنتم كمحافظة ميسان مهيئين رؤية، خطة استراتيجية لإدارة ملفات هذه الوزارة فيما لو انتقلت إليكم يعني بشكل تلقائي في منتصف الشهر الثامن؟ بالنسبة ما يخص محافظة ميسان، هو طبعا الموضوع إذا نعطي نسبة 100% باعتبار من الموضوع إجمالي واصلين إلى نسبة إنجاز أكثر من 50%، سواء كان أنه هذه اللجان تعمل بوضع الهيكلية اللي موجودة داخل محافظة ميسان، والعمل على التعامل مع حيثيات الموضوع بشكل القانوني وبشكل الإداري وبشكل الفني وحتى بشكل السياسي. هناك توافق في محافظة ميسان يختلف عن المحافظات الأخرى. ما تبقى من النسبة فما بين المحافظة وما بين الوزارات، اللي هي قد اجتماعاتنا عدة مع الوزارات ما وصلنا إلى نتائج جيدة، وعلى أنه حتى وإن كان بعدنا ما واصلين إلى نتائج، أنا أعتقد أنه خلال 3 أشهر القادمة ممكن أنه داخل المحافظة الإجراءات باعتبار أنه لجان عاملة وتشتغل يوميا ولقاءاتها مع الوزارات أو لقاءاتها مع المعنيين في داخل المحافظة، واصلين إلى نسب إنجاز متقدمة في هذا الموضوع. خلال 3 أشهر يحسم موضوع ما يخص المحافظة، يبقى أنه ما يخص الهيئة التنسيقية، وزارة التخطيط، الوزارات الأخرى، وأنا أعتقد أنه
المحافظات لديها رؤية، إذا لم يتم حسم الموضوع في شهر الثامن لربما أن المحافظات تذهب بإقامة دعوة ضد الوزارات أو ضد الحكومة الاتحادية لنقل الصلاحيات باعتبار هذا موضوع دستوري وقانوني. طيب خلينا ناخذ فاصل وأعود الحديث بعد الفاصل. فاصل ونعود، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ميسان مو مثل قبل خلال هالايام، اسف اكو ازبال بالشوارع. نعم. شنو السبب؟ واحتمال انه تزداد هذه الكميات. هذه مخرج بشارة. لا هو مقلق لنا بصراحه. زين ليش؟ بصراحه انا هذا الموضوع ذكرته اعتقد قبل سنه ونص. ما قبل الانتخابات البرلمانية وما بعد الانتخابات البرلمانية تكلمت بمؤتمرات صحفية، وكان هناك اعتصام، وطلبت حتى اعتصام أمام مجلس النواب أو أمام مجلس الوزراء أو وزارة المالية، وما حصلت الموافقة باعتبار عدم إقرار الموازنة. أنا أقيمه هو قسم ظهر البلد بصراحة. المشكلة الرئيسية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الاتحادية هو عدم إقرار الموازنة. لربما أنه هناك خلل، هذا الخلل فيه هناك عجز بالموازنة، قسم أنه يقول هذا العجز مفترض، قسم أنه يقول هذا العجز حقيقي، وهناك عجز. هذا العجز بالقليل لغاية اللحظة لا يوجد هناك تحقيق. من المقصر؟ أسباب العجز، النتائج. للتاريخ ثبت للتاريخ بأنه في هذه المرحلة من النقطة المفاجئة من مراحل العراق كان هناك عجز بالموازنة، والحكومة العراقية اتخذت الإجراءات المناسبة، حققت بالموضوع. أموال العراق وين راحت؟ طيب ربما وين راحت؟ واضح أن نزلت أسعار النفط من $100 نزلت ل 39. بطبيعة الحال يأثر على المحافظات. المحافظات ليس لها يعني الذنب، ولم تكن السبب الرئيسي في هذا الموضوع. المحافظات تخصص موازنات للمحافظات، المحافظات تصرف هذه المبالغ. حسب جوابك صريح، انا اريد المواطن الانساني وانا اريد انا جاي المحاور لا تخلي المحاور لازم الفكره تكون واضحه. زين، لازم الفكره تكون واضحه للقاصي والداني، لاهلنا في محافظه ميسان وللحكومه الاتحاديه وللجميع. الأموال التي تخصص المحافظات على المحافظات أنه تصرف هذه المبالغ في أبوابها. لربما أكو محافظات تقصر، محافظات تنجز، هذا بحث آخر. محافظة ميسان على مستوى تنمية الأقاليم تنجز ميزانيتها بشكل بنسبة 100%. على المستوى التشغيلي من ضمن التشغيلية هي مبالغ التنظيفات. مبالغ التنظيفات خلال الأربع أعوام الماضية لمحافظة ميسان نفذ تنفيذ مباشر، اللي هي بإشراف أعلى من المحافظ ولجنة مشرفة اللي هي تتمثل بمدير البلدية وقائم مقام المدينة ولجنة المتابعة ومراقبين وأقسام وتشغيل أيدي عاملة للمواطنين. وكان أعتقد أكثر من 1250 عامل يشتغل. وخلال الأعوام السابقة 2011 2012 2013 لغاية منتصف 2014 كانت المدينة نظيفة، مركز المحافظة والأقضية والنواحي. والمشروع ناجح بشكل 90%، ما أريد أقول 100%، بشكل 90%. عدم إقرار الموازنة وعدم صرف المبالغ بدأ الموضوع يتراجع. كلما يتراجع صرف المبالغ يتراجع التنظيفات. العمال تركوا العمل باعتبار شهر وشهرين و3 أشهر ما يستلمون راتب و4 أشهر ما يستلمون راتب. العاليات المؤجرة ما تستلم أجورها فتركوا العمل. موضوع الصيانة، موضوع الوقود، موضوع هو مبالغ. مدينة العمارة في سنة من السنوات كان المبلغ الذي يخصص ما بين 600 مليون إلى 650 مليون. حاليا 300 مليون واقل من 300 مليون وماكو صرف، تمويل ماكو، سيوله نقديه ماكو، ما تتوفر لا سيوله نقديه ولا تمويل ولا مبالغ قليله جدا، ولذلك لا تغطي. هذا جانب. الجانب الاخر هناك تصاعد طردي في تنفيذ الخدمات، هذه لا تنساها، بانه عندنا مثل ما اشرت بدايه كلامنا بان احنا عندنا 65 حي في مدينه العماره، 62 حي متكامله تحتاج الى بلديه. في كل سنه انه تكمل عندنا خدمات بالاحياء، في كل سنه انه خدمات عامه تكمل كارصفه وتبليط بحاجه الى بلديه، الى حاويات، الى عمال تنظيف، الى مستلزمات، الى كانسات، الى صاحبات، الى اليات. ما كانت موجوده؟
هذه سابقا ما كانت موجودة؟ كانت مبالغ موجودة 2011 2012 2013 لغاية منتصف 2014. حاليا مبالغ ماكو، عمال بطلوا لأنه رواتب ما تجيهم. إذا هي آليات مشكلة رواتب ما تجي. نعم مشكلة عامة، مشكلة عامة. أنا أعلنت في عدة مؤتمرات صحفية بأنه ستكون هناك كارثة بيئية، كارثة صحية وكارثة خدمية. علاجات وحلول اقترحناها على الحكومة الاتحادية، على وزارة المالية ووزارة البلديات. هذا واقع البلد، هذا واقع البلد. عندنا حلول. أهم حل وأفضل حل، هناك مبالغ في البلدية باعتبار البلدية تمويل ذاتي. زين. والتمويل الذاتي لا يخضع لقانون الموازنة. جيد. فقط وزارة المالية تقرر المبالغ وتحولها على وزارة البلديات، وزارة البلديات توافق على صرفها تصرفها البلدية. مشروع التنظيفات كانت المبالغ مالته على المحافظة، على تشغيلية المحافظة. طالبنا أنه يكون على البلدية، تناقلها على البلدية، على تخصيصات البلدية باعتبار تمويل ذاتي. ومتوفرة مبالغ حاليا متوفرة مبالغ لدى بلدية العمارة. إذا وافقت وزارة المالية ووزارة البلديات على اقرار هذه المبالغ وتحويلها لمشروع التنظيفات تحل المشكله. خاطبنا والتقيت مع وزير البلديات، وافق على صرف 2.250 مليون في عام 2014. زين. هذا كدين، صرفه كدين يطلبنا كمحافظه. المطلوب مو كدين، المطلوب واردات البلديه تحول للتنظيفات ونعمل بها على معالجة النفايات. هذه إذا وافقت وزارة البلديات ووزارة المالية تحل المشكلة. خاطبناهم والتقينا بهم، وهسه عن قريب راح يروح وفد من محافظة ميسان إلى الوزارتين. إذا أقرت هذا الموضوع تحل هذه المشكلة. عندكم مستشفيات؟ أضيفك من شعبيت، كان هناك مقترح. عقدنا اجتماع مع منظمات المجتمع المدني، زين، الناشطين المتطوعين والمواطنين، وشكلنا فريق عمل ما بيننا وبينهم، وراح تصير حملات من قبلنا بالمباشر ويا المواطنين ويا المنظمات مجتمع مدني ويا الصحفيين حتى الاعلاميين اشركناهم ويا الناشطين الشباب. لا يشتركوا ويا الناشطين الشباب والمواطنين راح ننفذ حملات، ولا ما تبقى النفايات بالشارع. مو معقوله بلد تبقى النفايات بالشارع، مو معقوله. على الحكومه الاتحاديه اتخاذ الاجراءات اللازمه. بلد ما يقدر يشيل النفايات من الشوارع. خلينا ننتقل لموضوع اخر. عندكم مستشفيات اكتملت، لكن يبدو اكو نقص بالكوادر. نعم. عندكم نقص بالكوادر؟ نعم موجود. يعني جبتوا استخدمتوا كوادر اجنبيه. هذه مهمه القطاع الصحي بها جانبين. طبعا. الجانب الاول ما يرتبط بالحكومه المحليه، اللي هو تنفيذ الابنيه والمنشآت. مستشفيات، مراكز. طبعا المراكز مثل مركز القلب والامراض السرطانيه، ومراكز الاسنان، ومراكز الاسعاف الفوري، ومراكز صحيه نموذجيه في مركز المحافظه والاقضيه، وكذلك المستشفيات، مستشفى الكحلاء، تاهيل مستشفى الزهراء والجراحي، تاهيل مستشفى الصدر، مركز يعني كبنى تحتيه كامله، مركز الامراض النفسيه، كثير من المنشآت، مستشفى جراحي، يعني كثير من المراكز الصحية والمستشفيات وكذا، سواء كان على بناء أو تأهيل، وكذلك أجهزة طبية اللي هي مفراس، رنين، جهاز لتخطيط القلب. هذا على المحافظة. فقط أنه الكوادر الصحية وبعض المستلزمات على الوزارة، مهمة الوزارة. أنا ما أقدر كمحافظة كحكومة محلية. صار قد عندكم هذا النقص؟ هذا تقريبا أكثر من سنتين. بعد أنه تنفيذ هذه المراكز والمستشفيات نسقنا، التقيت مع الوزراء وزيارة الوكلاء للمحافظة، وخاطبنا يابا أنه ترى إحنا عندنا ونفذنا هذه البنى التحتية لكم، نفذنا المنشآت الصحية، هذا عليكم أنه توفرون كوادر صحية. لحد هذه اللحظة أغلبها متوقفة. جبتوا أجانب؟ هذا فقرة أخرى، بس أريد أكمل هذا الموضوع. إحنا عندنا لازم أنه هناك كوادر صحية وطبية لمركز التخصص لمعالجة الأورام. عندنا مستشفى الكحلاء. زين، أنتم كمحافظة موفرين للأطباء اللي يجون مجمع سكني؟ بس خليني أكمل. لا هذه هم أنا حكيت وياه المدراء العام. نعم. في وزارة الصحة في محافظة ميسان قال أي محافظة تطلب من عندنا تحتاج المحافظة تقدم مقدمات اللي هي خلي يوفروا لهم مجمع سكني، يوفروا لهم حياة آمنة، يوفروا حياة جيدة. على محافظة ميسان إجمالا ما تحدثت أنا عنه. لا، محافظة ميسان موجود هذا الشيء. شلون؟ اللي هو مثلا مثال مستشفى الكحلاء. مستشفى الكحلاء نفذناه على من عام 2000 وتقريبا 10 أكملناه على إنعاش الأهوار. ليش على إنعاش الأهوار؟ باعتبار أنه خليناه في مكان يغطي قضاء القلعة، قضاء الكحلاء، ناحية المشرح، ناحية العزير، ناحية بني هاشم، والقرى والقصبات المحيطة. زين. بمكان ما يجي المواطن
اللي هو تحت خط الفقر، اللي هو ما يقدر أنه يعيل عائلته فقط هيك معيشة، مكان ما يجي لمركز المحافظة لمستشفى الصدر العام أو مستشفى الزهراوي يروح إلى مستشفى الكحلاء اللي هو جهز بصالات عمليات على المواصفات العالمية. هذا شبيه بشقق سكنية للمتزوجين وللعزاب للأطباء. قل لوزارة الصحة، قل للوكلاء، قل للمدراء العامين، قل للأخت وزيرة الصحة بشقق سكنية للعزاب والمتزوجين. فقط أنه بس المستلزمات والأجهزة ومتبقي علي من فقط على الشريط والقصة، قص الشريط. خلي تجهزنا بكوادر، خلي تجهزنا بمستلزمات مباشر أنه يفتتح هذا. أجزل الشق الثاني اللي هو العمال جايك عندي. ولذلك أنا اضطريت أن مستشفى الجراحي أحيله استثمار للجامعة اللبنانية، وراح تجي أطباء ألمان وأطباء لبنانيين وأطباء فرنسيين وأجهزة من خارج العراق خلال شهرين أو 6 أشهر راح يفتح أبوابه كمستشفى استثمار. مكان ما يروح المواطن الميساني إلى الخارج يروح للمغاربة، يروح هنا المستشفى الجراحي حلته استثمار. الجانب استقدام الأطباء. استقدام الأطباء قبل هذه 2015 2014 ماكو كان هناك صرف للبترودولار فقط. عندنا 2011 و2012 الا انه كان حسب قانون الموازنه مخصص للمشاريع الاستثماريه فقط. مخصص للمشاريع الاستثماريه فقط، ماكو نسبه ال 50% للتشغيليه حتى استخدم اطباء وفق برنامج البترودولار. في هذا الاخير في عام 2015 في قانون الموازنه خصصوا لنا 50% للتشغيليه، ولذلك ادرجت في خطه البترودولار استخدام اطباء وكوادر صحيه وطبيه من خارج العراق. لا رفعنا، لا انا جايك هذه فقرتين. رفعنا هذه الخطه لوزاره التخطيط، تقل من وزاره التخطيط لوزاره الماليه. اذا اقرت هذه الابواب وصرفت واجت تمويل والسيوله النقديه نستخدم اطباء. قبلها كان هناك مبلغ متبقي من عام 2013 للبترودولار، استحصلنا الموافقه به واستخدمنا اطباء من الهند واطباء سوريين، وموجودين حاليا كوادر صحيه وطبيه هنديه وكوادر صحيه وطبيه سوريه عامله في مستشفيات مركز المحافظه. انا شايفه نعم موجودين، نعم موجودين، الا انه شنو احنا نريد زياده باعتبار عندنا مستشفيات ومراكز صحيه بحاجه. اذا اقرت خطه البترودولار المواطن الميساني استقبلهم وتعامل وياهم بعد بشكل طبيعي. نعم طيب بشكل، الا انه خلي اذكر الفقره. المواطن الميساني استقبلهم وتعاون معاهم ورحب وسعيد بهذه الخطوه، وهم يقدمون خدمات جميله، الا انه ادعو من الاطباء في محافظه ميسان يتعاونون معهم، ليس بدون طريق عليهم. نعم هذه رساله. نعم رساله. طيب واخواننا الوزير نعم ورساله للوزير الاخت الوزيره وللمدراء العام والوكلاء وللاطباء شخصيا من ابناء محافظه ميسان بالمستشفيات والمراكز، خل انه يساعدون مع الاطباء الاجانب ويعطونهم رساله ويتعاونون وياهم لتقديم الخدمه لابناء المحافظه. عندك منفذ مع الجمهوريه الاسلاميه في ايران، منفذ الشيب الحدودي. زين حتما زايره. طبعا. زين زاير الجهه مالت الجانب الايراني. طبعا. حتما الجانب الايراني افضل. فرق شاسع. راح ارجع اقول لك ليش، راح تقول لي اتحاديه. لا هو اشرح لك الموضوع بكل ابعاد. لا تشرح لي انا ما عندي وقت، ما عندي سؤال، ما عندي سؤال ما تجاوب شو يصير. ليش الجانب الايراني المنفذ مالته احلى وافضل قاعده مرتبه؟ نعم. واحنا لا يعني. اولا المنفذ الايراني هو منشا سابق، يعني لسنوات سابقه اقدم من المنفذ العراقي، هذا جانب. الجانب الثاني بانه واردات المنفذ ما كانت تخصص بالبدايه لتاهيل المنفذ، الا اذا كان في عام 2012 و2013 خصصت مبالغ لتاهيل فادرجناها بالخطط، وحاليا ننفذ جزء من المنفذ على المحافظه. الجزء اعتقد حتى بنسبه 30-25%. اما المتبقي الجزء الاكبر خصص مبلغ 26 مليار من وزاره الداخليه لتاهيل المنافذ، ومنها منفذ الشيب اللي هو 26 مليار، وحاليا الشركات مباشره اعمالها في تاهيل منفذ الشيب الحدودي. بما في ذلك الطرق المؤديه. نعم الطرق بها قضيتين. الطرق الداخليه على الشركات هذه المنفذه، وجزء من الطرق الموصله للمنفذ. الطرق الموصله هذا على وزاره الاعمار والاسكان. الطريق الموجود، السايد الموجود، الجانب الموجود، والسايد الثاني
اللي هو حاليا منفذ من قبل شركة إيرانية. بس تأخر السائد الثاني طبعا هذا وزارة الإعمار والإسكان. السائد الثاني الذي ينفذ حاليا هو مرحلة أولى من مشروع استراتيجي كبير الذي يربط منفذ الشيب مرورا بمدينة العمارة إلى الفجر، اللي هو السائد الثاني من طريق البتيرة اللي هو طريق الزائرين. نعم، اللي هو طريق الزائرين نجف، اللي هو طريق الإمام الحسين، اللي هو السائد الثاني اللي هي حدثت حوادث كبيرة جدا ووصلت إلى الوفيات من أبناء المحافظة. هذا مشروع استراتيجي هو مرحلتين، مرحلة من منفذ الشيب لمدينة العمارة والمرحلة الثانية من مدينة العمارة إلى الفجر. المرحلة الأولى باشرت بها شركة إيرانية على وزارة الإعمار، الشركة الإيرانية متلكئة في تنفيذ المشروع. والمرحلة الثانية على موازنة وخطة 2014، خطة 2014 لا صدقت الخطة ولا أقرت الموازنة وبقى هذا المشروع نايم. السائد الأصلي، الجانب الأصلي اللي هو يربط منفذ الشيب بالعمارة تم تأهيله من قبل الوزارة من جزء على المحافظة وجزء على الوزارة وحاليا سالك عندي دقيقتين لازم عندي سؤالين لازم تحسين لي بدقيقتين. نعم. الحمد لله أنعم الله على ميسان انه فرصة استثمارية ذهبية. نعم. منين ما عملتي غرفتي. نعم. عندكم نفط وعندكم جبال. نعم. وعندكم طيب وعندكم هور. نعم. وحتى مرور الزوار العتبات المقدسة. نعم. شلون تشوف واقع الاستثمار بالمحافظة؟ إذا بدي الطموح يعني المفروض محافظة ميسان الحمد لله محافظة آمنة. نعم. وخدمات بها جيدة، الوضع إلى حد جيد. المفروض أنا ما أدخل ميسان ألقى في 30-40 شركة خارجية تشتغل. نعم. عندكم فندق واحد وبعد ما كامل فندق التركي. لا مو دقيق هذا الكلام مع احترامي الشديد. الاستثمار في محافظة ميسان جيد إلا أنه لا يلبى الطموح. زين، أول مرة قل لي شلون جيد؟ جيد. عندنا استثمار في قطاع السياحة، عندنا استثمار في قطاع السكن، عندنا استثمار في قطاع الصحة، عندنا استثمار في قطاع التربية، عندنا استثمار في قطاع الزراعة، عندنا استثمار في قطاع الصناعة. الاستثمار في قطاع السياحة وحتى تقول شلون؟ عندنا في قطاع السياحة اللي هو مشروع الفندق 5 نجوم على شركة تركية، شركة كورك التركية. وعندنا مشروع آخر هذا ماشي من متلكي. نعم، هو توقف فقط بموضوع الجانب الأمني، توقفوا 6 أشهر بعدين باشروا، احتمال خلال 3 أشهر ينجز إن شاء الله. مبين يعني واضح. المشروع الثاني اللي هو لؤلؤة ميسان اللي يتكون من فندق 5 نجوم وبرج للمكاتب التجارية 24 طابق ومناطق ترفيهية وسياحية ومول تجاري. حاليا باشرت الشركة اللبنانية، شركة الحرير اللبنانية. في قطاع الصناعة عندنا المدينة الصناعية على مساحة 4000 دونم. حاليا أنه خلال الأيام القادمة يوقع العقد مع شركة هندية لمشروع معمل 4 معامل. ما تقدر تحيي في الاستثمار؟ أنا جاي قلت خليني أكمل. ما عندي وقت. أنت قاطعني راح المواطن والناس ما توصل هالفكرة. كمل. في المدينة الصناعية مشروع حديد وصلب، معمل حديد وصلب راح خلال الأيام القادمة يوقع العقد مع شركة هندية. ومشروع اسمنت مع شركة إيرانية خلال الأيام القادمة وقع العقد. وحاليا فرص استثمارية للمدينة الصناعية أكثر من 4 مصانع في طور الاستثمار الإحالة يعني. في القطاع الزراعي عندنا مشاريع زراعية، في التنمية الزراعية موجود. هذا اللي على مدخل كويت؟ عندنا نعم على مدخل كويت. عندنا مشاريع السكن، عندنا مشروع ب 3468 وحدة سكنية، وعندنا مشروع ب 600 وحدة سكنية، وعندنا مشروع ب 500 وحدة سكنية للموظفين. هذا على قطاع السكن. على قطاع التربية هناك مدارس. على قطاع الصحة قلت لك المستشفى الجراحي اللي أنه على الجامعة اللبنانية خلال 3 أشهر يستقبل المواطنين. ليش ما يلبس؟ هذا أريد مثلا في الأهوار طالحين فرصة استثمارية، يجون المستثمرين ويرجعون يقدمون. أسباب كثيرة منها طموح المستثمر ما يتناسب مع الواقع الاجتماعي في الأهوار. هذا سبب رئيسي. كسياحة عنده أبعاد، عنده مشاريع طبعا ما يتطابق مع الواقع الاجتماعي. خلينا عند العتب واكو سؤال أخير. نعم. تريد العتب لو سؤال؟ براحتك. زين. السؤال عندكم نازحين؟ نعم. ايش قد؟ النازحين وصلوا إلى أكثر من 1400 نازح. من محافظات؟ من كل المحافظات، محافظة الأنبار، صلاح الدين، كركوك، ديالى، الموصل، بأقضيتهم ونواحيهم، ومن بغداد. دور المحافظة شنو اللي يقدم؟ دور المحافظة هو أصلا دور المحافظة، ماكو دور غير المحافظة، وأبناء المحافظة والناشطين الشباب منظمات اللجنة العليا النازحين. ها؟ اللجنة العليا لإغاثة النازحين. ماكو أي شيء، لا تحكي لي بالحكومة الاتحادية. كل شيء ماكو أي شيء. أنا أمام الناس وأمام الحكومة وأمام الدنيا كلها، ماكو أي شيء. يعني مواصلتكم لا ماكو أي شيء. نازحين. لا وصلوا، جينا زيارتين أو 3 زيارات. الآن يعني أي شيء ماكو.
وانا مسؤول عن كلامي. البقيه اي شيء ماكو من الحكومه الاتحاديه ولا فلس، خلي احكيها بالشكل العام لهم. نقدم لهم هذا كله على المحافظه. خصصنا قطعه ارض من 40 دونم، زين، نفذنا بها بنى تحتيه، صرف صحي، ماء صالح للشرب، كهرباء، شوارع، وبنينا مخيم. بأول مرة سكناهم بالمدارس والناس ببيوت المواطنين، وكذا نقلنا قسم من عندهم بالمخيم سميناه مخيم عيون ميسان، حتى من يجيبون وين النازحين نقول له بعيون ميسان. والنعم. فأما مسألة الإغاثة الغذائية واللا غذائية على المنظمات الدولية، المنظمات المحلية، منظمات المجتمع المدني، الناشطين الشباب، المتطوعين، الإعلاميين، المواطنين، الحكومة المحلية من المحافظة ومجلس المحافظة، مؤسسات الدولة، دوائر الدولة، حرية كما حدث. نعم، ما عدا السيارات. فقط سيارات لما تطلع لأنه لمحاذير أمنية. احنا عندنا شكلنا لجنتين، لجنة النازحين لجنة إدارية ولجنة أمن النازحين. تمنع السيارات، ذكرتنا موضوع حقيقي. نعم. قبل الايام اعلنتوا ترفعون المخرج السيد، بعد ما اعرف شلون راح يدبرها لانه هو تجاوزنا عنه. نعم. ترفعون الصبات والحوادث. مجلس المحافظة احنا متجهين بهذا الاتجاه. اثنين، شارع ديلا شارع حلو، نعم. خليهم بسيطرتين. نعم. والسيطرات بس يعني مثل سيطراتنا ببغداد بس يسوي لك. نعم. نعم. ليش؟ اكو هذا دو موضوع او فقرتين. فقره السيطرات هاي الاعلاميين واضح وزعنا على الموضوع. فقره السيطرات لا ان شاء الله براحه اي حاجه كلها موجوده. فقره السيطرات وفقره الصبات الكونكريتيه قطع الشوارع. زين. بالنسبه للسيطرات انت من تريد تنفذ خطط امنيه لابد من وجود هذه الفقرات. بصريح العباره لا سامح الله يصير اي خرق امني هو نفسه انه الاخوان الاعلاميين قالوا لك باكر انه يحملون الحكومه المحليه شيء خفي ولا فيراد انه سيطره طياره، يراد سيطره مفاجاه، يراد سيطره ثابته، يراد حتى انه يعني تشعر الموجود انه اكو سيطرات. هسه لربما اكو خلل بانه عدم دقه بالتفتيش، هاي المفروض اكو محاسبه، اكو رقابه. اما انه الصبات الكونكريتيه فهي عده الخطه وهناك عمل تدريجي وان شاء الله بالاخير سترفع هذه كلها. على اخير مساعد كنت برصي في المعرفه. نعم. وحقيقه هذه يعني فرصه جيده انه محافظه ميسان عندها متنبي اخر. نعم. يمكن ما مسلط الضوء عليه كثيرا، انا متابع بس يبدو ما مسلط الضوء عليه كثيرا، وهذا خلل عندنا احنا الاعلاميين. نعم. شافوني بعض الرياضيين عرفوا راح اسوي لك لقاء، قالوا وجه عتب لمحافظ ميسان. الفتره الماضيه الفتره الاخيره مدى عنا، ما يزورنا، ما يلتقوا ويانا. نعم. وهذا العتب امانه اوصل لك اياه، شو تجاوب؟ والله هم هل ذلوا لك بالفتره الاخيره؟ اي صح. بالفترة الأخيرة أنا أسأل بعض الرياضيين حتى أنه هاي الساحات المثيرة اللي أكملناها من نريد نفتتحها أنا أشارك بمباريات رياضية وياهم. يعني يصير رياضي؟ طبعا رياضي. جيد. من يصير أنه نعم من يصير أنه رياضة أو لعبة أو مباراة في ملاعبنا وخصوصا ملعب الميمونة أنا موجود، وارجع للإعلام، ارجع للصور، ارجع للقاءات موجود أنا وياهم ملعب الميمونة. زين. متابعاتي لهم انا قبل فتره زرت الساحات الثانويه مال ملعب ميسان الاولمبي، الساحات الثانويه كلها وراح نفتتحها ان شاء الله. ان شاء الله. هناك مدرسه كرويه في محافظه ميسان زرت ملعب العماره ولقيتهم بحاجه الى ابراج الاناره، خصصت مبلغ من المحافظه لتنفيذها ونفذت. الا انه بالفتره الاخيره تعرف الدعم ماكو مبالغ، توقف الدعم باعتبار مبالغ ماكو. لا تمويل ولا سبيل انقضاء. انا بالنسبه لي زياراتي ميدانيه، الاخوان يعرفون زياراتي ميدانيه، راح تفتتح عندنا ساحات مثيله وبعض الملاعب اشاركهم في ملاعبهم، اشاركهم في نشاطاتهم، وهذا معروف عنا، زياراتنا ميدانيه ولقاءات بصوره مباشره ان شاء الله. محافظ ميسان علي دواي لازم، شكرا جزيلا لك. شكرا. اليوم يبدو احنا هواي اثرنا حقيقه، بالعكس احنا اعتمدنا على بالعكس ما تبقى هو كثير. حس اليوم ان شاء الله هي ما تكفي الساعه ساعتين وثلاث ساعات. اليوم ان شاء الله جزء من ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام اينما كنتم، السلام عليكم.